ويلا نقول بسم الله. نص كيلو دقيق يعني 4 كوبايات دقيق، معلقه كبيره خميره فوريه، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه كبيره زبادي، ومعلقه خل ورشه ملح. هقلبهم كويس وانزل بميه دافيه لحد ما العجينه تبتدي تلم معايا. لما العجينه تلم معايا هنزل بمعلقه كبيره مليانه زيت او زبده اللي موجود عندك، واكمل عجن وبعدين اسيبها تخمر. اللي موجود عندك بقى في التلاجة، انا كان عندي شويه جبنه رومي على شويه جبنه بيضه على شويه زيتون، قلبتهم مع بعض كده وبقوا جاهزين معايا. العجينه بتاعتي خمرت وتمام، خدتها كده هبطتها بالبوكس التمام وقطعتها كور. الله الله، هاخد بقى من اول كوره كده كورناها ويلا بينا افردها بالشكل ده، واحط الحشوه بتاعي. اي حشوه عندك تنفع، اي حاجه. وبعدين هقفلها كده بالشكل ده، وبالقطعه اقطع كده وابرمها على بعضها، هتديني الشكل الجميل اللي هنشوفه مع بعض. الله الله، خطير. شايفين الجمال؟ الصينيه بتاعتك بقى مدهونه زيت، وحطي فيها بقى المعجنات الهشه الخطيره بتاعتنا ودينيها لبن. سيبيها تخمر تاني ربع ساعة، وغطيها. بعد طبعا ما نرش السمسم، عايزة حبة البركة مش عايزة تحطي حاجة خالص براحتك. بعد الربع ساعة سبتها بقى كده زي ما احنا شايفين، هدخلها الفرن تخرج معايا بقى بالشكل الخطير ده. هنعمل ايه؟ هرشها بالبخاخة مية واغطيها بالفوطة نص ساعة. بعد كده بقت جاهزة. خطيرة يا جماعة، تنفع في المدرسة زي الساندوتش كده في اللانش بوكس، خطير.